السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ أتمنى تبقوا كلكم بخير إن شاء الله. النهاردة احنا هنتكلم يعني ايه فلاتر. خلاص، وبما ان احنا هنتكلم يعني ايه فلاتر واحنا بادئين from scratch، فاحنا هنفهم برضو يعني ايه framework، وهنعرف ايه مميزات فلاتر وايه عيوب فلاتر وليه بنستخدم فلاتر وليه فلاتر ظهرت من الأول. خلاص، خلينا الأول نبدأ بيعني ايه فلاتر بالديفينيشن بتاعها اللي هو الديفينيشن المتعارف عليه. Flutter بالنسبة لي is a framework for creating cross-platform applications زي Android, iOS, desktop and web. وزي ما احنا قلنا احنا بنحاول نفهم يعني ايه Flutter. فأنا عشان أفهم يعني ايه Flutter وبداية الديفينيشن بالنسبة لي إن هي framework، فأنا كده محتاج أفهم يعني ايه framework. فخلينا نبدأ نفهم يعني ايه framework. أوكي، framework بالنسبة لي هشرحها بس لما نبدأ نشرح مثال صغير. خلاص، فلنفترض ان انا خلينا ناخد البان كده. اوكي، فلنفترض ان انا عندي بيت. اوكي، سوري على الرسم، بس فلنفترض ان احنا عندنا بيت عايزين نبنيه. خلاص، ايه الاحسن في الوقت وفي المجهود عشان اقدر ابني البيت ده؟ هل اني اروح from scratch خالص، اروح اجيب طوب، خلاص، اعمله من البدايه، يعني اروح اعمل الطوب من البدايه وبعد ما اعمله اروح استخدمه عشان ابني البيت ده؟ ولا اني اروح اجيب طوب اصلا معمول اوريدي وده الطوب اللي انا عايز استخدمه عشان ابني البيت، خلاص، واستخدمه على طول؟ اكيد اللي بالنسبه لي احسن في الوقت وفي المجهود هو ان انا اشوف طوب معمول اوريدي، خلاص، ومنه اقدر استخدمه في اني ابني البيت على طول، ما اعملهوش فروم سكراتش، ما اروحش اعمل الطوب فروم سكراتش. ده المبدا اللي ماشي عليه الفريم ورك، اللي الا وهو المبدا اللي هو خلينا نكتبه هنا كده عشان ما ننساهوش: الريوزابيلتي. اوكي، الريوزابيلتي دي المبدا اللي ماشي على اساسه الفريم ورك. خلاص، اليوزابيلتي هي ان انا اقدر استخدم الحاجه اللي انا عملتها دي، الطوب زي الطوب مثلا، اقدر استخدمه في كذا اتجاه: اني ابني بيت، اني ابني مصنع. خلاص، يبقى انا قدرت ان انا استخدم الطوب ده في اني ابني البيت ده. ولو رحت واحتجت ابني مصنع بنفس الطوب ده، اخد الطوب ده برضو وابني المصنع. خلاص، يبقى ده مبدأ اليوزابيلتي، ان انا بقدر استخدم الحاجه، خلاص، بس بكذا طريقه. تمام، يبقى ده مبدأ ايه اليوزابيلتي اللي الفريم ورك ماشيه على اساسه. طيب، الفريم ورك دي برضو ايه يعني؟ ستيل برضو ما وصلتليش. الفريم ورك دي بتوفر لي set of tools and elements، خلاص، بتخليني ما ابنيش كل حاجه from scratch، ما اروحش ابني الحاجه from scratch، وده اللي بيسرع عمليه ال development process. طيب، هنبقى ستيل برضو لسه ما فهمناش شويه. في حاجه في فلاتر اسمها، خلينا نعملها كده بستخدمها، widget. خلاص، اسمها text. خلاص، وانا بحط فيها هنا مثلا say انا عايزه اعرض hello. تمام. طيب، فلاتر بتقدم لي الويدجت دي اللي هي تكست، وما تقلقوش هنفهم يعني ايه ويدجت قدام. خلاص، هي بتقدم لي التكست دي، بتقدمها لي. طيب، بتقدمها لي هتعمل ايه؟ وانس ان انا كتبت تكست دي وحطيت اي حاجه جواها، خلاص، الفلاتر بتفهم ان انا خلاص الحاجه اللي جواها دي هبدا اعرضها لليوزر على الموبايل. يعني الحاجه دي هتترسم وتتعرض لليوزر على الموبايل. فوانس اني كتبت تكست، انا ساعتها هعرض الكلمه اللي جوه اللي هي هلو، هعرضها على الموبايل لليوزر. يبقى انا فلاتر وفرت لي التكست دي عشان اعرض حاجه لليوزر. خلاص، بقت التكست دي بالنسبه لي آم، بالنسبه لي تول فلاتر بتوفرها لي عشان اعرض حاجه لليوزر. خلاص، طيب، فلاتر بتوفرها لي ده معناه ان انا اقدر استخدمها في كذا حته او بكذا شكل. انا اقدر احط لها string، اقدر اديها ستايل، اعرفه برضو في فلاتر، اقدر اديت عليها. ماشي، بدل ما انا اروح بقى بنفسي اكتب كود from scratch خالص، اقول له ان هيبقى في حاجه هنا جوه ابدا انت ارسمها لي على السكرين، وساعتها هيبقى كود بقى كبير جدا، هبدا اكتبه كتير جدا. بس مش مجرد ان انا هكتب تكست، لا، ده انا هكتب كود كبير جدا عشان يقدر بس يعرض لي تكست على السكرين. لا، فلاتر بدل ما اكتب الكود ده كله هي اوريدي عاملاه. خلاص، وبتقول لي انت بس تحط تكست وانا هبقى عارفه ان انت اول ما تحط تكست ده يبقى الحاجه اللي جوه دي انا هرسمها على ايه؟ على الموبايل. يبقى انا فلاتر كده وفرت لي تول. خلاص، بدل ما اعملها فروم سكراتش خالص، لا، هي توفر لي تول اللي هي التكست، اقدر من خلالها اعرض حاجه على الموبايل. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه ان هي بتوفر لي a set of tools، ماشي، بدل ما اعمل التولز دي from scratch. خلاص، وده بيسرع عمليه الديفلوبمنت، لان انا خلاص انا وانس كتبت تكست دي تمام، بدل ما اكتب كميه سطور كتيره جدا عشان منها بس اعرض ايه هلو على السكرين. خلاص،
يبقى فهمنا ليه فلاتر is a framework، وجمعنا هي ليه framework عشان هي بتوفر لي a set of tools كتيرة جدا اقدر من خلالها ان انا اسرع عملية ال development process. خلاص، يبقى بقيت بالنسبة لي الفريم ورك بقى، خلينا نعرف ال definition بتاعها. الفريم ورك بالنسبة لي is a template. خلينا نكتب كده هنا framework is a template. سوري، بقت الفريم ورك بالنسبة لي عبارة عن template. خلاص، template تمام، يعني هي زي التمبلت بقدر ان انا استخدمها، خلاص، او اعدل عليها عشان ايه؟ تميت البروجكت ريكويرمنت. طب يعني ايه اعدل عليها؟ فلنفترض ان انا دلوقتي انا عندي بوتن، خلاص، فلاتر بتوفرهولي، خلاص، والبوتن اللي فلاتر بتوفرهولي ده عبارة عن مربع كده، يعني هو بس ده شكل، ده شكل مربع كده، خلاص، وهيبقى فيه مثلا تكست هنا. حلو، دي ويدجت فلاتر بتوفرها لي، اوكي، دي ويدجت فلاتر ايه بتوفر لي بوتن، بس شكله كده مستطيل كده، وانا بحط فيه تكست وخلاص. افرض ان انا عايزه اعدل عليه ويبقى مثلا شكله كانه سيركل، خلاص، يبقى انا اقدر ان انا اخد البوتن ده اللي فلاتر موفرهولي ده وبس اعدل عليه الشيب بتاعه عشان يبقى سيركل. خلاص، يبقى انا مش بس بقدر استخدم التولز اللي فلاتر بتديهاني او اللي الفريم ورك بتديهاني، لا، انا كمان اقدر اني اعدل عليها عشان تبقى شبه اللي انا عايزه. خلاص، احنا كده فهمنا يعني ايه فريم ورك، وان هي فريم ورك دي بتوفر لي a set of tools and elements اقدر من خلالها استخدمها عشان اسرع عمليه الديفلوبمنت بروسيس. اوكي، ومنها عرفنا ليه فلاتر is a framework، لان فلاتر نفسها is a framework، يعني فلاتر نفسها بتديني set of tools اقدر استخدمها، واقدر ان انا استخدمها في كذا حته بكذا شكل، تمام، اللي هي بتحقق لي مبدأ اليوزابيلتي. خلاص، كده فهمنا فلاتر is a framework ليه. خلاص، وجمعنا فكرة يعني ايه framework لحد هنا. لو في اي حاجة واقفة قصادكم او في اي حاجة مش مجمعينها اكتبولي، ونبدأ السيشن الجاية نبدأ ايه نشرح. طيب، خلينا نرجع للديفينيشن. فهمنا يعني ايه is a framework. طيب، قبل ما نكمل باقي الديفينيشن خلينا نسأل بعض هنا. خلاص، ليه فلاتر؟ او بمعنى اصح بقى، ليه اصلا فلاتر ظهرت، او ليه فلاتر اصلا بقت موجودة؟ خلاص، احنا دلوقتي في التكنولوجي اللي احنا عايشين فيها دي عندنا بما ان التكنولوجي بتتطور، الستارت ابس والشركات لقت ان احسن طريقة او اسهل طريقة ان هي تتعامل مع الكلاينتس بتوعها او ان هي تتعامل مع اليوزرز، خلاص، هي من خلال الابليكيشنز. وبما ان هي شافت ان دي احسن طريقة ان هم يتعاملوا من خلال الابس، خلاص، اهو، ان هم يتعاملوا من خلال الابس، فبقى الاب ماركت بقى عادي، بقى محتاجين ان هم يعملوا كذا ابلكيشن، يعني الاب ماركت بقى بيحصل له جروم. خلاص، وده خلاهم يدوروا بقى على احسن طريقه يخلوا فيها الاب ديفلوبمنت بروسيس يبقى faster and easier. ان هي الديفلوبمنت بروسيس دي ان هو يعمل ابلكيشن، اسهل طريقه بقى تخليه ان يعمل ابلكيشن دي تبقى اسرع، خلاص، وان هي تبقى اسهل. خلاص، طيب، انا دلوقتي خلينا نكتب ان انا عندي، نعمل احمر كده، عندي two types of apps، ألا وهما ال iOS، تمام، و Android. صح، أنا عندي ال two types of apps دول، خلاص، ال iOS وال Android. say، خلاص، نبدأ الأول بس بال iOS. ال iOS بتستخدم programming language اللي هي Swift، خلاص، و Android بتستخدم Kotlin أو Java as إيه؟ as a programming language. وبما إن أنا عندي two types of apps، خلاص، وبما إن أنا عايز أكونكت مع اليوزرز عن طريق الابليكيشنز، فانا محتاج ابليكيشنز تران على الاي او اس وابليكيشنز تران على الاندرويد عشان اقدر اكونكت مع اليوزرز. يبقى انا ساعتها بما ان الاثنين اصلا البروجرامينج لانجويج بتاعتهم مش واحده، الاثنين البروجرامينج لانجويج بتاعتهم مختلفه عن بعض، بس يبقى انا محتاج developers عشان يعملوا لي ابليكيشن للاي او اس، وديفلوبرز عشان يعملوا لي ابليكيشن للاندرويد. خلاص، طيب، ده كده هيعمل لي مشكله. خلاص، اولا ان ده هيستهلك فلوس كتيره جدا، لان انا محتاجه عدد ديفلوبرز كتير، جزء للاي او اس عشان يعملوا لي ابلكيشن يرن على الاي او اس، وجزء يعملوا لي ابلكيشن عشان يرن على الاندرويد. ده برضه هيستهلك وقت كبير جدا، لان انا محتاج
الديفلوبرز يشتغلوا على الاي او اس خلاص بطريقه معينه بشكل معين، والديفلوبرز يشتغلوا على اندرويد. فالوقت بالنسبه لي هيبقى كبير عشان اقدر ان انا اعمل ببلش للاثنين الاي او اس والاندرويد خلاص. فبالنسبه لي ده هيبقى وقت كبير جدا، فاستهلكت وقت واستهلكت فلوس عشان اعمل ابلكيشن اقدر منه اكونكت لليوزرز. طيب عشان كده في 2017 ظهرت فلاتر، واللي حلت المشكله اللي احنا بنقول عليها دي، اللي هي كم الديفلوبرز اللي احنا عايزينه، وان نستهلك وقت وان نستهلك فلوس خلاص. وجت فلاتر خلاص، وهي تستخدم ايه؟ دارت. دقيقه. تستخدم دارت as a programming language خلاص، جوجل اللي عاملاه. ظهرت فلاتر وهي بتستخدم دارت، وظهرت عشان تحل لي المشاكل اللي احنا قلنا عنها دي، اللي هي اني اعمل two types of apps اي او اس واندرويد، واحتاج ديفلوبرز للاثنين خلاص. طيب طيب فلاتر المشكله اللي هي حلتها لي دي، حلتها لي ان هي فلاتر بقت من اهم مميزاتها اللي هي بتقدر تعمل الكروس بلاتفورم. مش احنا جينا نرجع تاني للديفينيشن ان Flutter is a framework for creating cross platform applications. دي الجزء اللي من اهم مميزات فلاتر. طب يعني ايه كروس بلاتفورم، وايه بقى ايه اللي فلاتر حلته كده؟ كروس بلاتفورم بالنسبه لي ان انا اقدر ارايت وان كود بيز اللي هو دارت. احنا قلنا فلاتر بتستخدم دارت، فقدرت ان انا استخدم دارت اللي هي وان كود بيز عشان اقدر اكرييت ابلكيشن بترن على مالتيبل بلاتفورمز. يبقى انا بقى كده ايه دي اهم مميزات فلاتر، قدرت اني انا استخدم دارت بس انا هكتب كود بدارت خلاص، ومن الكود ده اقدر ارن نفس الابلكيشن ده على الاي او اس، واقدر ارنه على اندرويد. يبقى انا فلاتر بقت بتيوزد فور كرييتنج كروس بلاتفورم ابلكيشنز يرنوا على اندرويد ويرنوا على الاي او اس. يبقى بدل ما اروح واجيب ديفلوبرز يشتغلوا على الاي او اس وديفلوبرز يشتغلوا على اندرويد، لا انا جبت ديفلوبرز فاهمين فلاتر فاهمين دارت يعملوا لي ابلكيشن، والابلكيشن ده نفسه هو هيرن على الاندرويد وهيرن على الاي او اس من غير ما احتاج تو بروجرامينج لانجويج زي سويفت او كوتلين خلاص عشان يرن على الاي او اس والاندرويد. لا، محتاج وان كود بيز الا وهو دارت عشان يرن على مالتيبل بلاتفورمز اللي هي اندرويد والاي او اس. وبرده فلاتر تقدر ان احنا نعمل ابلكيشن ترن على الديسكتوب والويب، تمام، وده برضو ستيل هنشوفه قدام. يبقى دي من اهم مميزات فلاتر. بما ان خلينا نكمل مميزات فلاتر او نعمل ريكاب عليها. ان فلاتر بتعملي الكروس بلاتفورم اوبريشنز زي ما قلنا، ان انا بستخدم وان كود بيز يقدر ان هو يرن على تو بلاتفورمز او مالتيبل بلاتفورمز خلاص. وبما ان انا استخدمت فلاتر وخليت بقيت بشتغل على وان كود بيز، يبقى انا احتاجت ديفلوبرز، عدد ديفلوبرز اقل، وبما اني احتاجت عدد ديفلوبرز اقل بقى الكوست نفسه اقل وبقى التايم نفسه اقل خلاص. يبقى انا فلاتر وفرت لي كل الايه المميزات اللي احنا قلنا عليها دي، او العيوب اللي كانت بتواجهنا قدام هي فلاتر وفرتها لي از ايه مميزات. طيب والباورفول ديزاين انا فلاتر كمان بتوفر لي، وده هنشوفه قدام، بتوفر لي سهوله في اني ارسم اليو اي واني استخدم الانيميشن خلاص. فلاتر بتوفر لي الجزء ده من غير ما اعمل effort او مجهود كبير، لا هي بتوفر لي اني ارسم اليو اي او الديزاين بسهوله باستخدام دارت، وده هنشوفه قدام. طيب بما ان كل حاجه ليها مميزات فهي اكيد ليها عيوب، خلينا نشوف ايه عيوب فلاتر. اول حاجه السايز. طيب حجم فلاتر مقارنه حجم الابلكيشن اللي فلاتر بتعملها مقارنه الابلكيشنز اللي بتتعمل بالنيتف كود اكبر من النيتف كود، يعني اكبر في فلاتر اكبر من ما انا كنت بعملها بالنيتف كود. طب ليه؟ فلاتر بيبقى جواها انجن خلاص عشان ترسم الكود ده على مالتيبل بلاتفورم، ما تروحش ان هي تكول حاجه او تيجي، لا انا فلاتر بتبقى عارفه ان هي تشتغل على بلاتفورم معين، بيبقى جواها انجن خلاص يرسم البوتون ده مثلا على للاي اس، ويرسم البوتون ده على الاندرويد خلاص. يبقى السبب في زياده السايز بتاع الفلاتر ابس هي ان فلاتر بتسبورت جواها انجن تقدر من خلالها ترسم على multiple platforms، تمام. طيب تاني حاجة البرفورمانس. فلاتر البرفورمانس بتاعها أقل في نوعين، مع الابلكيشنز الكبيرة خلاص ومع الألعاب، أقل مما لو كنت استخدمها أعملها بالنيتف يعني، تمام. طيب تالت حاجة ودي يعني ممكن تبقى أهم حاجة أهي، إن فلاتر بتحتاج إن يعني متقدرش إن هي تأكسس كل الفيتشرز
لا، هي بتحتاج ان انا استخدم النيتف كود عشان اكسس الفيتشرز. زي البلوتوث، انا لو جيت عايزه استخدم البلوتوث ده في اندرويد اب، خلاص مفيش حاجه في فلوتر تقدر تخليني اكسس البلوتوث ده، لا، انا مضطر ان انا اعرف نيتف، زي مثلا انا هستخدمه على اندرويد زي مثلا كوتلين علشان اقدر اكسس البلوتوث، واضطر اعرف سويفت عشان الابلكيشن ممكن ارنه على اي او اس، فاضطر اعرف سويفت عشان ايه، استخدم الفيتشر اللي هي بتاعت البلوتوث. فهي مش بتاكسس كل الفيتشرز، فانت بتبقى لازم تكون عارف ايه شويه نيتف كود. طيب خلينا نعرف برضو، طيب بما ان فلاتر عندها العيوب دي، طيب ليه هستخدمها؟ اولا لان هي ليها احسن ميزه اللي احنا قلناها، ان انا بستخدم وان كود بيس عشان اقدر ارنها على مالتيبل بلاتفورمز. دي مش ميزه قليله، لان احنا قلنا ان هي بتوفر لي في الديفلوبرز، بتوفر لي في التايم، بتوفر لي في الكوست، فدي مش ميزه قليله، دي ميزه مهمه جدا. تالت حاجة إن إحنا قلنا إن هي فيها الإنجن بتاعها، فهي أدائها أعلى خلاص من باقي الكروس بلاتفورمز زي الرياكت نيتف. الرياكت نيتف بيروح للسيستم خلاص يقول له اعرض لي الزرار ده، خلاص وهو يعرضه. خلاص لا، انا فلاتر مش بتروح لسيستم وبعدين تاخد الريسبونس وترجع تعرضه لي، لا، انا فلاتر فيها انجن خلاص بترسم البوتون ده او الزرار ده from scratch، وده بيخليها اسرع، البرفورمانس بتاعها اسرع من باقي الكروس بلاتفورمز. خامسا بقى وده الأهم، يعني بالنسبة لي بشوفه ده الأهم، إن الكوميونتي بتاع فلاتر كبير، سهل جدا انك تلاقي حلول للمشاكل اللي انت بتواجهها، سهل جدا انت بتدور على فيتشر معينة انك تلاقيها. ففكرة ان الكوميونتي كبير دي بتوفر لك حاجات كتيرة جدا. بس كده احنا النهاردة اتكلمنا عن يعني ايه فلاتر، اتكلمنا يعني ايه فريم ورك، وليه فلاتر ظهرت، وايه مميزات وعيوب فلاتر. ان شاء الله المرة الجاية هنتعمق اكتر في دارت وفلاتر ونفهم اكتر. اتمنى ان شاء الله ان تكونوا استفدتوا، لو في حاجه ما فهمتوهاش قولوا لي وان شاء الله نشرحها ونتعمق فيها اكتر. وبس كده، شكرا جدا.